تخيل معايا المشهد للهادئ في أرض فلسطين والنجوم بتلمع في السماء، والجيش المسلم معسكر على أطراف منطقة اسمها أجنادين، مكان استراتيجي ما بين الرملة وبيت جبريل. قبل الفجر كده بشوية صوت صفير الرياح بين الخيام وصوت خيول بتتنفس بعمق، والجنود قاعدين يجهزوا سيوفهم ورماحهم، وفي الصفوف الأمامية قائدهم العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول واقف على حصانه، عيونه مسلطة على الأفق، عارف إن بكرة يوم فارق. وفي اللحظة دي بيرفع صوته وينادي على جنوده: إذا حملته على القوم فاحمله. الجملة دي كانت إشارة البدء مش بس المعركة، لكن لمرحلة جديدة بالكامل في الصراع مع الروم. النهاردة هحكي لك إزاي كانت معركة أجنادين بداية الطريق لفتح فلسطين والشام، وإزاي أثبتت عبقرية خالد العسكرية وقدرته لقلب ميدان المعركة لصالحه مهما كانت الظروف. واللي هتسمعه دلوقتي هيحسسك إنك واقف وسط الميدان بتشوف المعركة بعينك. القصة بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية، وساعتها توقفت الفتوحات شوية، وكانت الدولة الإسلامية كانت لسه في بداية. وساعتها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان شايل هم حماية الدولة، وكان قدامه أخطر تحدي هو حروب الردة. تخيل إنك في موقف قبائل ارتدت عن الإسلام، وقبائل امتنعت إن هي تدفع الزكاة، وأدعياء نبوة ظهروا زي مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، وكان لازم ساعتها الدولة تتطهر من كل ده الأول قبل ما تفكر في أي فتوحات بره. وبالفعل أبو بكر جهز الجيوش وأرسل قادة كبار زي خالد بن الوليد والزبير بن العوام وغيرهم لحرب المرتدين. المعارك دي رجعت النظام وأثبتت إن الدولة قادرة إن هي تدافع عن نفسها. وساعتها سيدنا أبو بكر رجع البوصلة للخطر الخارجي، الفرس من الشرق والروم من الشمال. وفي الجبهة الشرقية أسند قيادة القتال ضد الفرس لخالد بن الوليد، واللي قدر يحقق انتصارات كبيرة في العراق ويفتح الحيرة ويأمن الحدود هناك. أما في الشام أبو بكر جهز 4 جيوش ضخمة: أبو عبيدة بن الجراح ومعاه 7000 رايحين حمص، يزيد بن أبي سفيان ومعاه 9000 رايحين دمشق، وشرحبيل بن حسنة ومعاه 7000 رايحين بصرة، وعمرو بن العاص ومعاه 7000 ومتجهين لفلسطين. الخطط دي نجحت بسرعة والمدن سقطت واحدة ورا تانية لحد ما بقى للمسلمين وجود قوي في الشام. وهنا هرقل امبراطور الروم شاف ان الوضع خطير. الراجل كان لسه خارج من حروب مريرة مع الفرس، استنزفت جيشه وموارده، ومع ذلك امر بحشد جيش ضخم من كل اقاليم الامبراطورية، جنود من انطاكيا ومن اسيا الصغرى ومن الغساسنة حرفاء الروم، وحتى من الاقاليم البيزنطية في اوروبا، ونجمع عشرات الالاف. والهدف كان بسيط: يوقفوا المسلمين باي ثمن ويستردوا المدن اللي خسروها. العيون الاستخباراتية للمسلمين كانت شغالة بكفاءة عالية. لما وصلت الاخبار لابو عبيدة بن الجراح بعت فورا للخليفة ابو بكر يطلب المدد قبل ما جيش الروم يوصل. وهنا ابو بكر كتب جملته اللي دخلت التاريخ: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وامر خالد انه يسيب العراق ويسلم القيادة هناك للمثنى ابن حارثة الشيباني، ويختار افضل جنوده وينطلق للشام. خالد ما ضيعش وقت، تحرك بسرعة غير عادية، حتى ان بعض المصادر بتقول انه قطع المسافة بين العراق والشام في وقت قياسي، وده خلى الروم يتفاجئوا بوصوله. ولما وصل خالد اول حاجة عملها انه جمع كل الجيوش تحت قيادة واحدة، لان كل جيش كان تحت قيادة مستقلة. جمع القادة واتفقوا ان هم يتوحدوا لمواجهة الروم اللي كان عددهم كان اكبر بكتير. وفي نفس الوقت خالد كان بيعمل استطلاع للارض، عارف ان الروم اختاروا اجنادين كنقطة تجمعهم، ودي منطقة مفتوحة، ارض سهلية منبسطة ما فيهاش جبال ولا قلاع تحميهم. المكان ده كان مفترق طرق بيربط القدس ودمشق وغزة والبحر المتوسط، ولو الروم سيطروا عليه كانوا هيقطعوا طرق الامداد على المسلمين ويحاصروهم من الجنوب. لكن خالد سبقهم على المكان واختاروا هو مسرح للمعركة قبله، وكأنك بتشوف واحد بيقلب طاولة على خصمه ويحول كمين لفخ. خالد وزع جيشه بحرفية: الميمنة تحت قيادة معاذ بن جبل، الميسرة مع سعيد بن عامر، القلب كان فيه أبو عبيدة بن الجراح، ووراهم فرسان الاحتياط بقيادة سعيد بن زيد. وخالد نفسه مش واقف في الخلف لكن في المقدمة بيقود الهجوم بنفسه، وده كان غير المعتاد. المشهد ده لوحده كان بيرفع معنويات المسلمين ويخلي الرعب يتسلل لقلوب العدو. القائد نفسه هيموت معانا لو لزم الأمر. جيش الروم كان ضخم، بعض الروايات بتقول إن حوالي 90,000 بقيادة فيدور ومعاه وردان قائد ميداني بارز. تخيل بقى جيش 3 أضعاف جيشك واقف قدامك، صفوف طويلة، دروع لامعة، فرسان ورماة، ووراهم رجال دين واقفين بيحمسوه. كان ممكن أي قائد يتراجع أو يخاف، لكن خالد كان شايف صورة أكبر. يوم 27 جماد الآخر سنة 13 هجرية، ومع أول ضوء فجر بدأت المعركة. الروم هجموا على الميمنة والميسرة، لكن خالد أمر المسلمين يثبتوا مكانهم وما يهاجموش. قال لهم: اصبروا فإن في الصبر رجاء. الهجوم استمر ساعات، والجنود المسلمين بيصدوا هجوم بعد هجوم لحد ما الأجنحة الرومية اتوغلت واشتبكت بالكامل مع صفوف المسلمين. وساعتها قلب جيش الروم بقى مكشوف تماما. خالد استغل اللحظة اللي كان مستنيها، فجأة ارتفع صوته بالتكبير وانطلق هو وفرسانه في هجوم خاطف على قلب جيش الروم. الهجوم كان زي السهم، صدمة مفاجأة قلبت الموازين وفصلت القيادة عن أجنحة الجيش. الروم اتلخبطوا وما بقاش فيه أوامر واضحة والصفوف اتفتحت. هنا ظهر دور ضرار بن الأزور، الفارس
الفارس الشجاع اللي حس ان درعه معطل فرماه، فضل يقاتل عاري الصد. والمنظر ده كانه كان مشهد من فيلم. الروم كانوا بيجروا منه ويقولوا الشيطان عريض الصد. درار لوحده قتل عشرات الفرسان، وده رفع حماس المسلمين لدرجه ان بعضهم قلدوه وهاجموا من غير دروع. وردان حاول يوقف المعركه بطلب هدنه ومفاوضات، وعرض اموال كتيره مقابل انسحاب المسلمين، لكن خالد رفض وعرض عليه الاسلام او الجزيه او القتال. بعض الروايات بتحكي ان وردان حاول يخدع خالد ويدبر له كمين اثناء المفاوضات، لكن الخطه اتكشفت. درار لبس لبس الروم ودخل معسكرهم، ولما شافوا وردان صرخ وقال الشيطان عاري الصدر، لكن كان فات الاوان ودرار قتله. ومع موت القائد انهارت معنويات الروم، بدات صفوفهم تتفك وابتدى الفرار الجماعي، والمسلمين طردوا فلولهم لحد ما ارض اجنادين اتملأت بجثثهم. المعركه خلصت بانتصار ساحق للمسلمين. بعض المصادر بتقول ان حوالي 3000 من الروم اتقتلوا، واستشهد من المسلمين 400 بس. ايا كان الرقم المؤكد، سيطره المسلمين على اجنادين بالكامل وفتح طريق لفلسطين والشام. المعركه دي كانت اول ضربه كبيره تهز هيبه الروم في المنطقه، ومهدت للمعركه الاعظم بعد كده، معركه اليرموك سنه 15 هجريه 636 ميلاديه، اللي قضت نهائيا على الوجود العسكري للروم في الشام. اللي اتعلمناه من الاجنادين ان النصر مش بس سيوف وعدد، لكن عقل مترتب وصبر وتوقيت دقيق. خالد بن الوليد شاف الصورة الكبيرة، اختار أرض المعركة بعناية، امتص هجوم العدو لحد ما خلاهم يورطوا قلبه، وبعدين وجه الضربة القاضية اللي ما قدرش الروم يقوموا بعدها. القصة دي بتعلمنا إن المعارك الكبيرة بتتحسم بالذكاء قبل القوة، وإن الثبات على المبدأ والإيمان بالهدف هو اللي بيخلي جيش صغير يغلب جيش أضعاف. وبكده الحدوتة خلصت، بس الحكايات ما بتخلص. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتشارك الحدوتة مع أصحابك، واستنونا في حدوتة جديدة قريب.